او جثمان اهو. كانوا يتمنوا انها تكون شائعات يعني. طبعا طبعا. ده علم مصر ملفوف حوالين جثمان الفنان الكبير، هيشيع لمقابر العائلة بعد شوية. بنتابع مع حضراتكم يمكن يعني سامح السريتي كمان اهو، بس في الزحمة اهو مش باين. محمود قبيل افتكر، ناس كتيرة جدا الحقيقة في بتودعه، يعني بتودع الفنان نور الشريف النهارده. يمكن كمان في زميلات كتيرة هتلاقيهم موجودين، لأن مثلا ميرفت أمين شاركته عدد كبير من الأفلام وكانت فعلا أصدقاء جدا. الفنان محمود ياسين كمان كان حريص ان هو يكون متواجد. الفنان عزت العلايلي، احمد رزق، احمد السقا، افتكر كل النجوم بتودعه، بتودعك النهارده. كل النجوم النهارده حريصه ان هي تكون موجوده في المناسبه دي عشان تودع الفنان الكبير اللي ساهم الحقيقه يعني في دعم اجيال من بعده، اجيال يعني في الفن. ربنا يرحمك يا رب. ويعني الواحد فعلا مش عارف يقول ايه في المناسبة دي. عايزة حضرتك تعلقي على الصورة دي يا أستاذة مجد. والله يعني بصي، وجود الفنانين ده شيء طبيعي لأنهم زملاء. إنما هو في ناس مواطنين عاديين تحملوا حرارة الجو البشع وبعد المكان علشان يروحوا يساهموا في توديعه. يعني تقيسي محبة الفنان بكده، مش بالزملاء، لأن الزملاء دول طبيعي. هي لازم ده دورهم، يعني ده زميلهم. إنما الناس العادية يعني اعتقد ان صدمة الناس العادية برضو بتقول ان الراجل ده كان قيمته كبيرة جدا. كان بيدعم الجيل الجديد كتير، يعني بشكل كبير قوي وبشكل واضح قوي. احمد عز مثلا. ايوه، عمل طبعا معاه بطولة فيلم مسجون مسجون ترانزيت. ترانزيت. وعمرو يوسف اللي قدمه في الدالي. صح بالظبط كده. بالظبط. وكان معاهم حد تاني، احمد صفوت. يعني كان في كذا نجم، واحمد زاهر واحمد زاهر صح، قبل في كده. اللي كان فاقد فيه الذاكره. بالظبط، الرجل المسلسل ده، التاني. ايوه. الرجل التاني. لا، هو في الحقيقة يعني آه ومصطفى شعبان. ومصطفى شعبان مصطفى وحسن الرداد. مصطفى شعبان يا عيني، من ساعتها وهو مش قادر يخرج من جلباب نور الشريف. نشوف مع حضرتك العربيه هي اللي يعني بتنقله لمقابر العائله، هي بتطرح عليها يعني في طريقها للمقابر اللي هيدفن فيها دلوقتي بعد شويه.